السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. شايفين طبعا العيش الشمسي اللي كلنا بنحبه ومفكرينه سهل طبعا، وهو ما بيتخمرش. الطريقة الصحيحة للتخمير بتاعته بتكون في الشمس. شايفين طبعا يا جماعة الجو كشتا طبعا، والعيش في الشتا بيبقى صعب جدا. طريقة التخمير بتاعته متعبة شوية، ان الشمس بتبقى احيانا في الشتا بيبقى فيه هوا وكده، بتبقى الشمس ساقعة، فبيبقى صعب شوية التخمير وبيبقى تعب. ادي يا جماعة العيش الشمسي واللي بيحبوه بصراحة يعني متعب جدا في الشتاء في التخمير بتاعه. ولازم طبعا نفضل نقلب فيه كده يمين وشمال لحد ما يختمر. وشايفين طبعا بياخد وقت في الشمس طبعا، ولازم كده نغطيه في الأول عشان يدفى طبعا العيش، لأن بيبقى فيه هوا جامد جدا في الشتاء. أحيانا يعني بيصادف إن اليوم اللي تكون الخبزة فيه بيبقى فيه برد وهوا وكده، فلازم نتصرف يعني. فهو طبعا مش سهل جدا يعني بالنسبة للجماعة اللي هم بياخدوا 2 كيلو طبعا وفاكرينه سهل وسريع وبسيط معاهم. لا، هي دي الطريقة الصحيحة، وهي الطريقة دي بصراحة متعبة، وفي الآخر يعني النتيجة حلوة، نتيجة لذيذة. بس مرحلة التخمير طبعا مراحل صعبة جدا، والعيش ده بصراحة يعني الواحد يتعمل له تمثال بعد ما بيتعب التعب ده كله في العيش ده. لازم طبعا نفضل كده جنبه نخلي بالنا منه ونقلب فيه تفضل تلفي بقى طبعا، تعملوه تدوير طبعا عشان يخمر في اماكن بتبقى مش واصله لها الشمس. وفي الاخر يعني النتيجه هو زي ما انتم شايفين قدامكم طبعا، حلوه ولذيذه، بس بعد معاناه طبعا وتعب. واللي هم مفكرين طبعا ان هم بيخبزوا 1 كيلو و2 كيلو سهل يعني، لا، فهو مش سهل بصراحه. خصوصا بقى لو في الشتاء، ممكن اقول لك في الصيف سهل عادي جدا يعني، بس في الشتاء بيبقى صعب جدا مع الهواء وكده يعني. لو يوم دافي طبعا الشمس بتبقى حلوة فيه مش مشكلة، انما في البرد بيبقى صعب جدا. بس في النتيجة في الاخر مرضية، والعيش بيطلع جميل ولذيذ وحلو زي ما انتوا شايفين قدامكم. العيش اسفنجي وجميل جدا يعني صراحة. يعني تعبنا مش بيروح كده يعني. واحنا طبعا بنخبز كمية عشان خاطر يعني يعني على الأقل تقضيك أسبوع كده الخبزة اللي احنا بنخبزها، عشان طبعا الشمس هنا ومراحل التخمير والكده، فبيبقى بالمرة كده نخلص منه سنة.